وصلنا العشر الأواخر من رمضان وحاسس إن أنا تعبت، ما بقاش عندي طاقة خلاص. في الحقيقة الموضوع ده بيحصل لنا كلنا، هو في الحقيقة جسمك مش بيخونك، ولكن ده تعب تراكمي بقى على مدار الأيام، صيام وشغل ونوم متلخبط ونوم قليل في رمضان، فبنيجي في العشر الأواخر بنبقى منهكين شوية. الفكرة هنا بقى هي إزاي إن أنت تدير يعني المخزون الاحتياطي من الطاقة عشان تكمل رمضان للآخر إن شاء الله ما تبقاش قصرت في أي حاجة. هو في الحقيقة السر هنا مش في إن أنت تضغط على نفسك زيادة عن اللازم أو تجلد نفسك وتحس إن أنت مقصر وإن أنا تعبت في أيام مش مفروض أتعب فيها، وإن الأيام العشر الأواخر دول مهمين المفروض إن أنا أقرأ قرآن أكتر وأصلي أكتر. ده بل على العكس اللي بيحصل إن في العشر الأواخر في ناس بتتعب، فبتلاقي أوقات إن الصلاة ممكن في ناس بتقل شوية، الناس اللي متعودة تقرأ في المصحف ممكن غصب عنه في الأواخر بيتعب فما بيبقاش قراءته زي الأول. لكن السر هنا في الذكاء الحيوي في إن أنت إزاي تدير طاقتك بقى وتحمس نفسك تاني. لو أنت تعبان فعلا من الشغل والصحيان بدري وما بتنامش كفاية، حاول على الأقل في العشر الأواخر دول يكون ليك جزء كده بتاخده قيلولة بعد المغرب، قبل المغرب بساعة، المهم وقت تحس ان انت بتاخد فيه راحة تستجمع قواك تاني. رقم 2 الاكل المتوازن طبعا من الحاجات اللي هتدعم طاقتك. رقم 3 ركز على المهام الأساسية وابعد عن الالتزامات الاجتماعية والعزومات اللي انت ممكن تستغنى عنها وتبعد عنها عشان تخلق لنفسك مساحة من الوقت تقرأ في المصحف كويس وتصلي التراويح وتصلي قيام الليل. خليني بقى أسألك سؤال في الآخر، هل انت من الناس اللي طاقتها بتقل في العشر الأواخر من رمضان ولا انت من الناس اللي طاقتها بتزيد في العشر الأواخر من رمضان؟ واشوفكم على خير، سلام.